تصريحات حسام حسن وصياح إعلام أكبر قلعة رياضية في مصر. من بعد انتهاء حلقة حسام حسن مع رامي جلال، نزلت بوست على صفحتي الرسمية وأكدت بأنه تصريحات حسام حسن هتكركب الدنيا خالص، وانتظروا صياح إعلام البت البيضة. ما عداش دقايق إلا والصياح بدأ عند مين؟ عند الصحفي الزملكاوي شادي عيسى. هو اللي أخذ المبادرة كده، وهو اللي سخن بسرعة ونزل فيديو على صفحته الرسمية وهاجم فيه حسام حسن هجوم كبير جدا. قال كلام طبعا أهبل كتير، ولكن الخلاصة فيه أولا بيقول إنه إزاي مدير فني لمنتخب مصر يوجه لاعب عنده في المنتخب، وإزاي يقول إنه الأفضل لزيزو إنه ينتقل للنادي الأهلي، وحسام حسن ما بيعرفش يتكلم، وحسام حسن ما بيعرفش يقول تصريحات موزونة وعلى قدر المكان والمسؤولية اللي هو فيها. يا عيني دلوقتي حسام حسن ما بيعرفش يتكلم، ولكن من اسبوع تقريبا لما ما ضمش امام عاشور اللي هو افضل لاعب في مصر وافضل لاعب داخل افريقيا في الوقت الحالي وبيقدم مستوى استثنائي مع النادي الاهلي، كان لا دي وجهة نظر فنية وهو حر. ولما هاجم امام عاشور قال لك برضه هو حر يقول اللي هو عاوزه، ده مدير فني لمنتخب مصر. دلوقتي لما قال التصريح ده وعبارة عن وجهة نظره، لا ده ما بيعرفش يتكلم ولا يقول تصريحات موزونة. طيب بيقول انه حسام حسن اتكلم باستهزاء على نادي الزمالك، وانا بقول لشادي عيسى انت بتكذب، لان الحلقة موجودة وما تكلمش حسام حسن باي استهزاء على نادي الزمالك. بيقول انه حسام حسن بيجامل النادي الاهلي، وازاي يقول ان هو اهلاوي. طب حكايه ان هو يجامل النادي الاهلي، هات لي حاجه واحده جامل فيها حسام حسن النادي الاهلي من اول ما مسك مدير فني لمنتخب مصر. ده اكتر مدرب لمنتخب مصر بيحارب النادي الاهلي. اما موضوع انه يقول ان هو اهلاوي، الدنيا كلها عارفه ان هو اهلاوي. بيقول انه بيمهد لعوده امام عاشور لمنتخب مصر، وانه لما قال نسبه عودته 90%، عايز اقول له انت لا حافظ ولا فاهم، لانه البرنامج بتاع رامي جلال ده متسجل قبل رمضان بفتره كبيره، ولسه في التوقف الاخير لمده اسبوع حسام حسن ما ضمش امام عاشور وكمان هاجم امام عاشور هجوم كبير جدا. دايما سياحكم طرب يا اعلام البت البيضة.